بسم الله الرحمن الرحيم. تصريح جمال علام أسلج صدري صراحة يعني، ويعني قال لي إن قناعاتي الحمد لله في محلها، وإن قناعات الزملكاوية كلها في محلها، وإن إحنا في دوري مشبوه، وإن إحنا في مسابقة مشبوهة، والخير اللي أنت فيه يا ريس مش من تجارة العطارة. ده ملخص اللي حصل من امبارح للنهارده، وحابب ان انا اتكلم بقى في الموضوع ده كده، ويعني استفيض فيه. جمال علام يفضح بطولات الاهلي ويفضح المنظومه كامله، ويعلن عن بطولات النادي الاهلي ازاي بتتاخد، وبالبطولات الافريقيه للنادي الاهلي ازاي بتتاخد. يعني ده تصريح جمال علام، ده لازم احنا كمان نبرزه للناس في شمال افريقيا والناس في افريقيا والاتحاد الافريقي، ونعرف الناس كلها ازاي الاهلي بيحصل على اربع بطولات افريقيا، وازاي ايه اللي بيحصل. يعني مثلا لا، ده مش المنظومه او النادي العالمي اللي هو عنده الامكانيات، لا 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 لا، ده انا بريحك وبخليك نايم وبتكسب ماتشاتك وبتعمل اللي انت عايزه. تمام. فانت دلوقتي عندك مشكله في مصر اسمها النادي الاهلي، وعندك مشكله بتعيق الرياضه المصريه كامله اسمها النادي الاهلي. جمال علام طلع امبارح وقال لك كده بصريح العباره: يا باشا انا باجل لك عشان تاخد بطولات، فنشيل بعض بقى وانت تستحملني وتدي لعيبتك والكلام ده كله. تصريح جمال علام تحطه جنب تصريح الوزير اللي اتقال في 2014 خالد عبد العزيز ان الدواعي الامنيه او التقارير الامنيه لما الاهلي بيكسب بتقول لنا ان الناس سعيده ومبسوطه وفرحانه بفوز النادي الاهلي. النهارده جمال علام بيقول لك يا باشا انا باجل لك ماتشات عشان تاخد بطولات. فساد في مصر اسمه النادي الاهلي، مش هقول بقى الرياضه المصريه، فساد في مصر اسمه النادي الاهلي، واسمه العصابه اللي بتدير الكره المصريه اللي بتخدم على نادي واحد بس اللي هو اسمه النادي الاهلي. فجمال علام امبارح طلع وقال لك ان النادي الاهلي احنا بنأجل لك يا حبيبي ماتشات عشان تاخد بطولات. يا حبيبي تفتكر ان انت نادي بطولات وانت لا، احنا بنأجل لك ماتشات عشان تاخد بطولات. احنا لجنه الحكام بتعمل لك تظبط لك الدنيا عشان تاخد بطولات، لجنه الحاج عامر بترزي البطولات عشان تاخد بطولات، المتحده بتعمل لك حاجات عشان تاخد بطولات، مش عارف مين عشان تاخد بطولات، وعشان جمهورك يطلع ماشي. يعني ده اعتراف من جمال علام امبارح ان هو شغال عند الاهلي. ده اعتراف ان جمال علام ماشي شغال عند الاهلي، ولازم اذن من كولر هو اللي يأذن امتى هيلعب ايه والماتش امتى والدنيا امتى والحكايه تمشي امتى. ماشي. وفي الاخر تطلع تلاقي جمهور الاهلي يقول لك على فكره ان الدوله دي متزملكه، زملكه الدوله وزملكه مش عارف ايه، ويطلع واحد زي علاء صادق ياخد الناس دي كلها كده ويعبي لهم كلمتين في راسهم وهم يطلعوا بقى يردوا الكلام. والجمهور الاهلي الجمهور الوحيد اللي في العالم اللي بياخد الكلام من عندهم في القناه او عندهم على السوشيال ميديا ويرددوه لك من غير ما يحطوا على دماغه ولا يفكر ولا اي حاجه. احنا بنتعامل مع جمهور بيردد كلام بس. جمهور بيقولوا انت اعظم نادي في الكون، يا حبيبي انا اعظم نادي في الكون. احنا انت نادي محترم، ايوه نادي محترم. انت نادي بتفوز بالحلال، ايوه نادي بتفوز بالحلال. الحكام ضدك، الحكام ضد. هم كده جمهور الاهلي كده. فانا بتعامل مع فئه انا عارف انا بتعامل مع مين. ماشي. الناس دي والعناصر اللي بيستخدمها النادي الاهلي خلوا نادي هو نادي القرن في افريقيا ب7 بطولات وانت ب9 بطولات. فجمال علام هو ترس في المنظومه اللي هي بتخدم عليها. وتيجي تلاقي واحد اهلاوي يقول لك يا باشا احنا النادي الاهلي على فكره احنا مش عارف ايه، والسيستم والمبادئ والاخلاق واحنا عندنا اطر ماشيين عليها. يا باشا انت الناس شغاله عندك يا باشا. ده كولر هو اللي بيحدد الماتشات. طلع رئيس اتحاد الكوره امبارح فضح الخطيب. وعلى فكره الخطيب ايه بقى؟ الخطيب منع اللعيبه انهم بتروح المنتخب الاولمبي. الخطيب تمام، ورايح هناك لابس اللي حسن مصطفى واخده ورايح يدعم مصر هناك. انتوا يا جماعه بتشتغلونا ولا بتشتغلوا نفسكم ولا بتشتغلوا مين بالظبط؟ لا، وبيتصور مع الناس والكابتن محمود بيضحك وابتسامته الجميله الراجل البريء ده، يعني حاجه لذيذه كده. فالكابتن محمود الخطيب رايح يدعم مصر وهو مانع لعيبته ان هم يطلعوا يمثلوا اسم مصر. مانع لعيبته ماشي. الراجل بتاع المدير الفني للبيراميدز طلع يقول لك انا ما اقدرش اوعد ببطولات. طب انت هتاخد بطولات ومعاك لعيبه؟ قال له
انا مش هقدر اخد بطولات في الجو ده، ما اقدرش اوعدك بالكلام ده، لان الموضوع مش موضوع كوره، الموضوع مش في الملعب. الراجل يعني الراجل طلع عن شعوره وهو بيكلم الناس في بيراميدز، قال لهم انا مش هقدر اخد بطولات، ده مش جو بطولات ولا جو اقدر اخد فيه بطوله. يا راجل ده في ماتشين بيراميدز والاهلي حصل عهر محدش بيتكلم عليه. الراجل بيقول لك اللي شفته في مصر ما شفتوش في اي مكان في العالم، اللي انا شفته في مصر ما شفتوش في اي مكان في العالم. ده مدرب بيراميدز على فكره، مش مدرب الزمالك، ولا انا باخد تصريح من حد من الزمالك. فالراجل بيقول لك اللي انا شفته في مصر ما شفتوش في اي مكان في العالم، في اي مكان في العالم ما شفتش الكلام ده. اي مدرب مسك الاسماعيلي، مسك المصري، مسك الزمالك، يا راجل ده الراجل اللي هيكتور كوبر اللي صعد بيك كاس العالم مسك حسام غالي في قال له انت بتكسب بالحكام. قال له اللي بيحصل معاك في الاهلي عمره انا ما شفتوش في العالم. مصر اللي بيحصل فيها مع الاهلي، كوبر بقى اللي اخر مره صعدنا كاس عالم فيها من التسعينات كان مع كوبر ده، مسك حسام غالي قال له كده، قال له على فكره انت بتكسب بالحكام. ده مدرب منتخب مصر قال لحسام غالي انت بتكسب بالحكام، انت بتكسب بالحكام. عايز في مصر عايز رياضه، لازم النادي الاهلي ده تشيل بقى كل الكوادر بتاعته، كل دول بيخدموا على الخطيب وبيخدموا على النادي الاهلي وبيخدموا على اعظم نادي في الكون. وان عندك يا راجل ده الفقره التحكيميه اللي في اون تايم سبورت اللي بيتحكم فيها دلوقتي السبونسر اللي بيعملوا اعلانات، فانت ما تقدرش تقول على الحالات التحكيميه اللي هي صحيحه اللي انت شايفها بعينيك، لازم تجيب حكام تضلل عشان السبونسر اللي يكونوا راضيين عليك. هو التعاقد كده دلوقتي شفته كده في العالم كله، يعني الفقره التحكيميه معتمده على السبونسر اللي بيعمل اعلانات، واللي بيعمل اعلانات هو اللي بيتحكم فيها النادي الاهلي. فما اقدرش اقول لك ان ده بلنت ولا ده فاول ولا ده اوفسايد ولا ده فار، وبيحصل عهر، بيحصل عهر في الاخر. جمال علام يجي يروح مخلص على كل حاجه ويقول لك على فكره النادي الاهلي العظيم بيتاجل له ماتشات عشان ياخد بطولات. جايبين واحد اسمه احمد الشناوي ده بيحط الحالات التحكيميه اللي على مزاجه بما يتماشى مع مصلحه النادي الاهلي. في ماتشين بيراميدز ليه فضايح، طلع الحكام يقول لك لا يا باشا ده فيها وعليها، وده شوف رجله رايحه فين. حسين الشحات حط رجله في بطن الولد، قال لك لا يا باشا ضربه جزاء. ترزي تحكيم، وترزي حالات تحكيميه، وترزي مسابقات، وترزي وفي الاخر النادي الاهلي 85 دوري، النادي الاهلي 125 دوري، النادي الاهلي 700 كاس، الاهلي 180 بطوله افريقيا. ما انت مفيش فرقه في افريقيا بيتفصل لها جدول في الدوري بتاعها عشان تاخد البطوله زيك، فانت الطبيعي هتكسب. مفيش فرقه في افريقيا بيتعمل لها ميزانيه دوله عشان تجيب لعيبه عشان تنافس بيها، مفيش حد بيتعمل له كده. انت يا ابني مش انت ما اخترعتش الذره. على فكره طبيعي جدا ان انت تاخد البطولات دي، وطبيعي جدا اللي بس ده انت فاشل على فكره، انت فاشل، انت معاك ميزانيه مفتوحه. الراجل امبارح انا شايف تغييرات النادي الاهلي، منزلين 4 لعيبه كلهم يلعبوا منتخبات. هل دي شطاره بقى من الكابتن بيبو والكابتن؟ لا كابتن بيبو لا يا حبيبي، انت مش شاطر ولا حاجه. انت جمال علام امبارح قال لك انا باجل لك عشان تاخد بطولات، انا بحط لك حكام معينين عشان تاخد بطولات، انا بعمل لك اللي عشان تاخد بطولات. انت مش عبقريه منك، انت مش عبقريه منك. اتكلم على خلاص خلصنا جمال علام، ويعني اتكلمت في الموضوع جمال علام ده بسرعه، بس انا هرجع له تاني دلوقتي ماشي. بن شرقي في الناس اللي كانوا اتصلوا قبل كده على سبورتنج لشبونه وقال لهم المجلس ده ماشي، وانا طلعت برضه انا الوحيد اللي كنت اتكلمت في الموضوع ده لو تفتكروا. بعدها المجلس اعلن وقال لكم عمرو ادهم والناس اعلنوا ان احنا في ناس بيحاربوا ان احنا نفك القيد. مين اللي من صالحه ان هو يتصل على بن شرقي ويقول له خلي بالك المجلس ماشي، خلي بالك النادي ما فيهوش استقرار، خلي بالك في مشاكل في النادي، خلي بالك في ثوره، خلي بالك. هو بن شرقي ماله ومال الموضوع ده كله؟ وعلى فكره من المغاربه صيع يا جماعه، واوعوا تفتكروا ان المغاربه دول يعني هو جاي الدنيا كلها مفتوحه على بعض، والناس كلها عارفه مين اللي عايز يفشل المجلس ده، والناس كلها عارفه مين اللي عايز يضرب المجلس ده، والتشويش اللي بيحصل على الناس دي عشان ماتش السوبر عايز يفشلك. هو عايز الزمالك يخسر ماتش السوبر. زملكاويه حاسبين نفسهم زملكاويه. اطلب مقدم تعاقد كبير يا بن شرقي، لازم تاخد حقك يا بن شرقي في الاول عشان تضمن حقك من الناس دي يا بن شرقي. على فكره الناس دي ممكن تمشي في اي وقت، فانت تقول لهم ان انا هاخد السنه الاولى كاش وهاخد عقد كذا، وعلى فكره الجمهور يا بن شرقي بيضغط عليهم، فانت لازم برضو خلي بالك هم كده كده محتاجينك. مين اللي بيقول لبن شرقي كده؟ مين اللي من صالحه ان هو يعمل كده؟ مين يا جدعان اللي من صالحه ان هو يعمل كده؟
مين اللي من صالحه ان اللعيب زي بن شرقي ما يجيش الزمالك؟ مين اللي بيحارب عدم مجيء بن شرقي لمصر؟ مين اللي بيحارب عدم مجيء بن شرقي لمصر؟ بن شرقي لاعب، بن شرقي لاعب محترف، لاعب الزمالك بحاجه ليه. ممكن تقولوا لي مين بقى الناس دي؟ تخيلوا كده، انا مش هقول لك مين الاسماء، انتوا عارفين مين الاسماء. مين اللي بيحارب النادي؟ مين اللي طالع كل شويه جايب شويه عيال بتليفونات ويعامل نفسه دمه خفيف وعمال يحارب في الناس؟ مين؟ مين؟ مين دلوقتي اللي بيتواصل مع بن شرقي؟ الاستاذ اللي مشى امام عاشور ومشى الناس دي كلها. مين اللي مأجر ناس جعوره وبعوره عشان يضربوا في النادي كل يوم؟ مين اللي مأجر لجان على الجروبات ومأجر ناس رايحه تعمل مظاهرات في النادي ورايحه مش عارف ايه، والحمامات ما فيهاش صابون وبيختلقوا اي اكاذيب واي حاجات في النادي عشان يوقعوا الناس؟ مين اللي عايز يعمل ده كله؟ مين اللي عايز يعمل ده كله؟ مين اللي بيوقع في الناس؟ مين اللي حاطط لجان؟ مين اللي قاعد طول النهار يتآمر على النادي، يتآمر على النادي من بره ومن جوه ومشغل وعامل؟ مين بيعمل ده كله؟ مين بيعمل ده كله وانا عندي ماتش في السوبر مع الاهلي؟ تيجي تتكلم مع الناس يا جماعه احنا عندنا ماتش في السوبر. سوبر ايه؟ احنا اولادنا مش عارف في النادي. ولادك ايه يا حبيبي؟ بقول لك ولادك فاشلين. يعني انت واحد ما بيعرفش يلعب كوره عايز تلعبه في الفرقه في رياضيه في نادي الزمالك؟ نادي الزمالك ده طول عمره ما بيلعبش في نادي الزمالك ولا كده غير الناس الموهوبه اللي هي تقدر تصنع الفارق في الفرقه. لكن وايه ولاد الاعضاء؟ ولاد الاعضاء لو عنده موهبه على عيني وعلى راسي، لو عنده موهبه يا باشا خش والعب وربنا معاك. زي في ولاد اعضاء كتير كانوا لعيبه كبار، لكن في ناس ما عندهاش فكره يا جماعه. في ناس ما عندهاش فكره. فانت عمال تحارب في النادي من هنا وتخلي الاعضاء يعملوا وتحرض الاعضاء اللي هم تابعين اللي انت دخلتهم ب 1000 وب 2000 جنيه وب 3000 جنيه وب 5000 جنيه وب 10000 جنيه وب 15000 جنيه. دلوقتي الناس دي بيتحرضوا ان هم يعملوا مشاكل مع النادي وبيعملوا مشاكل مع الناس اللي موجوده ويتجمهروا مش عارف عند الاداره. طبعا التجمهر عند الاداره والحاجات دي بتحصل على علم من الكابتن حسن موسى اللي هو ماسك مدير النادي، اللي هو خنجر في ظهر النادي. وانا بقول الكلام وانا يعني مسؤول عنه. وجود حسن موسى في منصبه خنجر في ظهر النادي، وتحول من عزبه مرتضى منصور لعزبه حسن موسى. ده كلام انا بقول لك، انا وجهه نظري وبقول لك على وقائع انا لامسها بايدي وشايف اللي بيحصل ايه. والكابتن حسن موسى اللي هو اصلا مسؤول عن النادي وامن النادي سايب ده كله ودلوقتي داخل في قطاع الهوكي وبيصفي حسابات مع ناس وبيظلم ناس. وخلي بالك يا سياده اللي هو الظلم ظلمات، والناس اللي انت بتصفي معاهم حسابات والناس اللي انت خرجتهم وانت الحاكم بامرك في الزمالك دلوقتي، الكلام ده انت مش اقوى من مرتضى منصور. والكلام ده الكابتن حسين لبيب ومجلس الاداره. حسن موسى بيظلم في ناس في الهوكي وهو مش بره الموضوع، هو راجل مدير في النادي. ماله مال قطاع الهوكي؟ هو اللي بيتحكم في الامر ده وجايب رجاله مشغلهم تحت ايده وقصه كبيره كده مش عايز اتكلم فيها دلوقتي. خليها في موضوع بن شرقي وخليها في الناس اللي بيعملوا. بس كل الحوارات اللي بتحصل في الاعضاء وكل ده تحت ايد حسن موسى. ايام مرتضى منصور ما كانش حد يقدر يتكلم، كان حد يقدر يخلي مرتضى منصور داخل ويشتم ويزعق ويعمل والكلام ده كله. حد يطلع عند مرتضى منصور فوق في الاداره يعمل تجمهر ويزعق ويعملوا تجمهر عند مرتضى منصور في الاداره، ما كانش حد يقدر كده يعمل كده. لكن دلوقتي احنا عندنا المدير المسؤول على الامن في النادي عامل نفسه مش واخد باله. يلا يا باشا اعمل اللي انت عايز تعمله. عامل نفسه مش واخد باله. اسمع من اللي بقول لك عليه، عامل نفسه مش واخد باله خالص. فهتلاقي تجمهر بقى وهتلاقي مظاهرات هنا والدنيا هنا والدنيا خربانه في النادي. من ورا مين؟ من ورا حسن موسى. خد مني واعتبرني يا سيدي بقول اي كلام بهزي، وبعد شويه بعد شهرين ثلاثه هتعرفوا ان الكلام بقى صح. لان اللي هو حسن موسى ما عندوش قدرات ان هو يبقى مدير النادي. مش عارف خدها ازاي، ما اعرفش ايه مؤهلات حسن موسى ان هو يبقى مدير نادي، انا ما اعرفش. بس خلي بالك يا كابتن حسين، حسن موسى خنجر في ظهرك بس. اللهم بلغ اللهم فشل. نرجع تاني لموضوع بن شرقي. مش موضوع بن شرقي بس، موضوع الصفقات. ومن خلال وكلاء لعيبه كانوا شغالين قبل كده مع ناس سابقه في نادي الزمالك دلوقتي بيتم افساد صفقات الزمالك. بس الناس شغاله على فكره، الناس شغاله وناس باذن الله هيعملوا ميركاتو كويس ينفع الزمالك الفتره اللي جايه ويكون على قدر من على قدر التحديات اللي جايه. الناحيه الثانيه في الاهلي، لا كولر عنده فرقتين وبيطالب بصفقات تانية يا جماعه. يعني كولر عنده فرقتين وبيطالب بصفقات تاني. احنا عندنا مشكله وعايزين لعيبه. وناس تيجي يقول لك اصل جوميز. يا ابني هات لعيبه للناس دي. جوميز لو جاله 4 صفقات او 5 صفقات محترمين هيقدر يعمل حاجه السنه الجايه. لكن انت النهارده معاك مجموعه اللعيبه دي مش هتقدر تنافس بها الاهلي. يا جماعه الاهلي امبارح انت بتشوف الماتش في 4-5 لعيبه نازلين تمام، وفي لعيبه طالعه بره السكور كمان. لا عنده 3 فرق،
عنده 3 فرق حرفيا، عنده 3 فرق. ودلوقتي بقول لهم وبيشتكي امبارح بقول لهم انا عايز صفقات، عايز صفقات اعلى من كده وعايز مهاجمين. فانت دلوقتي الزمالك عنده مشكله، عنده مشكله وشغالين في صفقات، بس الناحيه الثانيه بتلاقي ناس بتحارب فيهم وناس بتشوشهم، وشويه تحت الاداره بيضربوا في الناس ماشي، وشويه مش عارف عند حمام السباحه مش عارف ايه، وشويه مش عارف ايه. ايه ده؟ هو في كده؟ هو في كده؟ وتيجي تتكلم يقول لك يا باشا انت قصدك ايه؟ انت النادي ده فيه مشاكل. ايه المشاكل؟ اصل الحمامات ما فيهاش صابون. ما فيهاش صابون. ايه تاني؟ اصل حمام السباحه ماشي المدرب بتاع حمام السباحه ولازم يرجع. ايه البجاحه دي يا جماعه؟ هو انت عايز مدرب الاداره مشيته فانت ترجع المدرب؟ انت اللي تقول مين اللي يقعد ومين ما يقعدش، والمدرب بتاع السباحه يجيب له شويه ناس يخليهم يتجمهروا عشان يرجع تاني مكانه. والزمالك سادس الجيزه في السباحه، يعني ما حصلش حتى مركز شباب، ما حصلش مركز شباب. تمام؟ يعني في بن شرقي ولا ما فيش يا عم حسن؟ ان شاء الله في بن شرقي، وانا قلت لكم من زمان قلبي كان حاسس ان في بن شرقي، باذن الله باذن الله في بن شرقي. بس انا بحطك يعني ايه في الصوره، في ناس بتتصل ببن شرقي بيحذرون هو ينضم للزمالك ولو مش عارف ايه، وبيحرضون هو ما يجيش الزمالك للاسف، للاسف، ومحسوبين علينا زملكاويه، ومحسوبين علينا زملكاويه. الخبر ده انا قلت لك قبل كده في فك القيد لو تفتكر، ان في ناس كانت بتتواصل مع سبورتنج لشبونه ان المجلس ده ماشي يوم 14 لما كانوا رافعين قضايا وعاملين الحوارات دي كلها، وعاملين الحوارات دي كلها. لكن دلوقتي مفيش حد في مصر ما يعرفش مين اللي بيحارب نادي الزمالك، ومين اللي الاعلام عايز يوقع الزمالك، وللاسف عبده مشتاق عايز يوقع الزمالك، وشويه المحرضين وشويه المرتزقه وشويه الناس اللي هم كان ليهم مصلحه ومش خدوها. وبعدين تخيلوا كم الارض المحروقه اللي انت سبتها دي، وكم الغرامات اللي موجوده، وكم الفلوس اللي كانت علينا ديت. لو ما كانتش علينا كنا احنا زماننا فين دلوقتي؟ كنا زماننا دلوقتي لا جايبين صفقات بقى وطالعين. لكن اهو الزمالك هيجيب صفقات كويسه ماشي، 6-7 مليون دولار غرامات، كنا جبنا بن شرقي وبن غربي وبن. وهقول لك على حاجه، الزمالك لو جاب بن شرقي باذن الله مش هيجيب بن شرقي بس. الزمالك لو جاب بن شرقي باذن الله مش هيجيب بن شرقي بس، الزمالك هيجيب جنب بن شرقي 2 لعيبه كمان كويسين. تاني، الزمالك لو جاب بن شرقي باذن الله والموضوع يعني مشي باذن الله، باذن الله هيمشي، هيجيب معاه 2 لعيبه كمان كويسين. فانا بس عايز اتكلم مع حضرتك واقول لك خلي بالك انت بتتحارب، خلي بالك في ناس عايزه توقعك، وفي ناس عايزه توقع المجلس ده لاغراض شخصيه وكرسي ومجلس وحاجات انا كزملكاوي ماليش علاقه بيها. ماشي؟ حل الاول بس الازمه اللي عاملها عامر حسين مع جمال علام عشان الكاس وقيد اللعيبه والكلام ده كله، والمجلس ان شاء الله هيحل الكلام ده. ماشي؟ بس بن شرقي لا والله هنندم يا عم طه والنبي يا جدعان النبي، بس اللي عايز يندم يندم، بس ما حدش بس يشتتنا في الكلام ده. باذن الله نخلص بن شرقي، باذن الله نخلص صفقاتنا، باذن الله نعدي الظروف الصعبه، نعدي الكارثه، نعدي الارض المحروقه اللي متسابه، الارض المحروقه اللي متسابه. انا دلوقتي اهو بقول لك احنا في ارض محروقه متسابه، العزبه اللي كانت موجوده. وانا بكلمك على مجلس الاداره، انا بنتقد مجلس الاداره في وجود مثلا واحد زي حسن موسى اهو ده يا ابني انا بنتقد وبدعم ليه؟ لان الوقت ده وقت دعم. من هنا الماتش السوبر كل زملكاوي بيحب النادي ده لازم يدعم. عندك ماتش مع الاهلي ماتش سوبر، وبيشتتوا مجلس الاداره وبيشتتوا الناس ان هم ما يعملوش شغلهم عشان يفشلوا في ماتش الاهلي عشان يكمل ضرب. هو عايز يكمل ضرب، عايز يفشلك، مش عايز بن شرقي ينضم للزمالك، ولا عايز صفقات، ولا عايز اي استقرار للمجلس ده. ليه؟ عشان يقول لك بص فاشل، بص مش عارف ايه. الناحيه الثانيه التجمهر اللي هيحصل في النادي، التجمهر اللي عند الادارات، التجمهر اللي عند السباحه، التجمهر ده معدي يا كابتن حسين من تحت ايد حسن موسى بمزاجه. يا كابتن حسين يا مجلس الاداره، اللي بيحصل في النادي بمزاج حسن موسى وبمزاج الناس اللي بتقعد في المكتب عند حسن موسى. ماشي؟ والناس اللي بوشين سبحانك يا رب، انا في ناس بوشين مره هنا ومره هنا، وحاجات بتحصل في النادي ما بيحصلش في اي نادي رياضي في العالم الا في الزمالك. ما بيحصلش في اي نادي رياضي في العالم الا الزمالك. الامور في الزمالك معقده شويه، مش عايز اخدكم في حكايه النادي والاعضاء والمش عارف ايه ولا الكلام ده يهمني على فكره. انا اللي يهمني ماتش الاهلي في السوبر اللي جاي.
بس انا بنبه يا كابتن حسين، كل الحوارات اللي بتحصل في النادي تاني، يا مجلس اداره نادي الزمالك يا اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، الانفلات الامني داخل النادي متعمد من اللي هو حسن موسى. ليه بقى انا بقول كده؟ لان مستحيل يا جماعه، مستحيل واحد يطلع يتجمهر في النادي فوق ويطلع يزعق فوق ويطلع يقل ادبه فوق والامن بتاع النادي نايم. الامن بتاع النادي نايم والكاميرات ما بتبقاش شغاله، صح يا سياده اللواء؟ ما بتبقاش شغاله الا بمزاجك لصحابك والمعارف والدنيا والحج والمج والكلام اللذيذ ده. احنا بنتكلم اهو وبنقول يا كابتن حسين لبيب الخيانه من عندك، الخيانه من عندك. استحاله الانفلات الامن اللي في النادي ده والمشاكل دي كلها، وانت مش مصدق يا كابتن حسين ان المشكله عند حسن موسى. ما هو يا كابتن بطلع اقول لك اهو، الناس خايفه تتكلم، انا بطلع اقول لك المشكله عند حسن موسى يا كابتن حسين، المشكله عند حسن موسى حسام المندوب يا كابتن هشام. عندكم مشكله في النادي وعندكم مشكله في مدير النادي، ولا هي دي مش فواتير انتخابيه يا كابتن حسين؟ وبعدين الكابتن حسن موسى ما كانش له دور او ابدا في الموضوع، انا مش شايف كان له دور، بس هو اتعملت له شويه همبكه كده، قال لك لا ده اللي يحارب مرتضى وحارب، ما حدش حارب مرتضى وما حدش مشى مرتضى، انتوا عارفين مرتضى مش ازاي، فما حدش يعمل علينا بطل والنبي. احترامنا والاحترام الكامل اللي هو حسن موسى والاحترام الكامل لشخصه والكلام ده كله، بس هو راجل فشل في اداره الملف اللي عنده. قاعد ايه لغايه دلوقتي ما اعرفش، قاعد ايه لغايه دلوقتي ما اعرفش. وايه علاقته بملف الهوكي اللي هو فيه تصفيه حسابات، وفي ناس يا جماعه ده ابن فاروق السيد، ابن فاروق السيد اللي هو راجل نجم الزمالك. الكابتن حسن موسى طرده بره النادي ومشيه بره النادي، وحوار كده، حوار مش عايز اتكلم فيه دلوقتي. فانت يا كابتن لو ما ضربتش بيد من حديد عن اللي بيحصل معاك، يعني ايه واحد يطلع والتجمهر على الناس والتجمهر على الراجل وعايزين يشتتوك؟ انا هيهمني هنا في المقام الاول والاخير ماتش السوبر. ماتش السوبر، عندك ماتش في السوبر، احنا لازم نلعب ماتش السوبر ده ولازم نكسب ولازم صفقات ولازم. انا ديت يا سيدي قناعاتي الشخصيه انا كزملكاوي. لا يهمني بقى حمام السباحه فيه كلور، لا يهمني حمام السباحه مش عارف فيه ايه، ده يهمني مدرب السباحه ده دمه خفيف والاعضاء عاوزاه، لا يهمني فيه صابون ولا ما فيش صابون، ده كله ما يفرقش معايا. ماشي؟ ده كله ما يفرقش معايا، انا اللي يفرق معايا نادي الزمالك، ويفرق معايا بتكلم في، طب انت بتتكلم في موضوع حسن موسى ليه دلوقتي؟ بقى بكلمك في موضوع حسن موسى لان في انفلات امني متعمد في النادي. يعني ايه اعضاء يطلعوا عند الاداره فوق ويزعقوا ويقلوا ادبهم؟ كان بيحصل كده ايام مرتضى؟ ما كانش بيحصل كده. طب ده الناتج بتاعه ايه؟ الناتج بتاعه انا كشخص متابع ان لا ده خلل من عند الراجل اللي ماسك مدير النادي، ولازم تغيير الراجل ده لانه يعني بصراحه غير جدير بالمنصب، غير جدير بالمنصب خالص خالص. وانا قبل كده طلعت ورق اهو المره اللي فاتت اهو الكلام ده كله، انا مش هتكلم في الكلام ده كله ولا هتكلم في الورق ده ولا هتكلم في اي حاجه. اهو ده ملف اهو ممكن الاداره تحقق فيه اذا كان ده يرضيهم، ده بمزاجهم بقى. لكن انا بتكلم في حته ان التشويش بيحصل عليك من جوه عشان يعطلوك عن شغلك. ماشي؟ يعطلوك عن شغلك. عندك صفقات لازم تخلص، عندك صفقات لازم تخلص، عندك لعيبه لازم تيجي. طب انا بقى اشتتك ازاي؟ اروح بقى اعمل لك حوار في النادي، طلع ناس عندك في الاداره فوق، اعمل ده كله يعني. وبعدين صوره النادي، انا يهمني، بص بقول لك حاجه بس تبقى الامور واضحه، انا يهمني صوره النادي كمشجع للنادي قبل ما اكون عضو. طب هم كده الاعضاء من الزملكاويه؟ لا طبعا فيهم ناس كتير زملكاويه. في اهلاويه كتير قوي، بس لا الاغلبيه ان شاء الله كلهم زملكاويه. بس انت انا اللي يهمني ايه؟ انا اللي يهمني ماتش السوبر بتاع الاهلي. انا اللي يهمني ماتش السوبر بتاع الاهلي، واللي يهمني ماتش الاهلي اللي جاي، واللي يهمني ان انا اكسب الاهلي. ما يهمنيش حمام السباحه، ولا يهمني الكلور، ولا يهمني الشمسيه، ولا يهمني الكرسي، ولا يهمني مرسى مطروح، ولا يهمني الحوار دي كلها. انا عايز مصلحه فريق الكوره وعايز اكسب الاهلي، ده اللي انا اعرفه. انت حضرتك ما يفرقش معاك الكلام ده، يفرق معاك رحله، يفرق معاك ترابيزه، يفرق معاك مفرش ترابيزه، انا ما يفرقش معايا الكلام ده، انا يفرق معايا الزمالك بس، يفرق معايا الزمالك، غير كده ما يفرقش معايا الصراحه يعني. وشايف ان في تقصير في الملف الامني في النادي. فاخلص الموضوع ونخلص الموضوع عشان عندنا صفقات وعايزين ماتش الاهلي، ومفيش صوت يعلو فوق ماتش الاهلي. اتكلم على احمد بيكهام. احمد بيكهام طلع الايام اللي فاتت شوبير وقال لك ان احمد بيكهام مجدد لسيراميكا، وصوره اللاعب اهو وهو مجدد لسيراميكا. الكلام ده كله برضه مالوش علاقه بانتقال احمد بيكهام للزمالك او لا. احمد بيكهام بيحارب ان هو يجي الزمالك. احمد بيكهام
الامور بتقترب بينه وبين الزمالك بشكل كبير جدا. وان شاء الله احمد بيكهام لاعب في الزمالك خلال الموسم القادم باذن الله. مجلس الاداره ينجح ان هو يخلص المفاوضات مع سيراميكا واللاعب يكون عندك. في كذا لاعب تاني جوميز هو اللي هيقرر ان هم يكونوا موجودين ولا لا، زي احمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان جوميز هو اللي هيقرر وهو اللي هيقول لك انا عايز اللاعب ده ولا لا. وفي ملفات للعيبه ما حدش يعرف عنها حاجه، يعني زي مثلا محمود صابر برضو من اللعيبه اللي بتحارب ان هي بتكون موجوده معاه. وفي اتصالات من فرنسا بين اللاعب وبين وكيله وبين اداره الزمالك وبين بيراميدز عشان نخلص الموضوع وبسرعه. فدلوقتي محمود صابر برضو من الناس اللي هي بتحارب عشان تكون جنبك، والصفقه دي لازم تخلص لان الولد ده مستقبل مصر في المكان ده. وانا شايف ان هو متاسس صح ولعيب منتخبات واللعيب شاري الزمالك، والنوعيه دي من اللعيبه بتقدر ان هي تنجح في الزمالك. هتقول لي رايك في احمد بيكهام ايه؟ هقول لك احمد بيكهام لعيب منتخبات من صغره، متاسس صح، متاسس في نادي جماهيري، تختلف تتفق مع النادي الاهلي نادي جماهيري، فلاعب عايز يثبت نفسه، عايز يقول للكل ان انا موجود. نفس الكارير بتاع ناصر ماهر ونفس التجربه اللي احنا عملناها مع ناصر ماهر نعملها مع احمد رمضان بيكهام. احمد رمضان بيكهام محتاج الزمالك اكتر من الزمالك محتاجه، بس اللاعب هيفيد الزمالك، وانا شايف ان اللاعب هيفيد الزمالك. انا في نص السنه في الانتقالات بتاعت الشتاء قلت ان ناصر ماهر مش هيفيد الزمالك، وان نجيب عمر كمال عبد الواحد انا اللي قلته اهو، وده كان كلام غلط وانا كان وجهه نظري غلط، والكلام ده قلته لعضو مجلس اداره في نادي الزمالك. قلت له انت سايب عمر كمال عبد الواحد ورايح تجيب ناصر ماهر، يا كابتن حرام واللي بيحصل وبتاع. قال لي ادعي ربنا بس ان انا اعرف اخلصه، ده احسن لاعب في مصر. وهو كان صح وانا كنت غلط بامانه يعني. ف انا شايف التجربه بتاعت احمد بيكهام هتبقى نفس النظام. احمد ياسر ريان من وجهه نظري برضو شايف نفس الكلام، هيكون عنده الدافع ان هو يثبت نفسه، وهيكون عنده القابليه للتطور مع الزمالك ومع الجمهور، هيبقى شكل تاني. ده برضو الاثنين لعيبه دول انا شايف ان هم يقدروا يدوا الزمالك. فانا شايف الفتره اللي جايه ان احنا لازم نركز في صفقاتنا، نركز على الناس اللي عايزين يفشلونا. لما تيجي تتكلم مع بن شرقي لازم تطمنه، ولازم تطمن اي لعيب جاي، لان في ناس شغاله تليفونات من عندك، وناس بتحرض عليك، وناس مش عايزاك تنجح، وناس مش تتمنى النجاح نادي الزمالك عشان هم ليهم مصالح وليهم اطماع في الكرسي. ماشي؟ اتمنى الفتره اللي جايه نقدر نجيب اللعيبه اللي مش قادره ان هي تأدي في الملعب، لو سمحتوا ممكن تعتذروا ان انتوا تكملوا يعني العقد مع الزمالك. لو انت شايف نفسك مش قادر ممكن تشوف لك اي مكان تاني، اداري، مدرب، مدير كوره، اي حاجه. المهم انا عايز الناس اللي بتنزل الملعب مع الزمالك يكونوا ماكينات المانيه. انا محتاج اي واحد يكون في الزمالك تحت لا يجري في كل حته في الملعب، ان شاء الله. احمد ياسر ريان في اخر لقاء مع موهيب اتكلم عن جوميز وحش جدا. لا ده مش احمد ياسر ريان يا نصر، ده في واحد اسمه احمد ياسر تاني، ده مخه تعبان كده مش عارف ليه. لا ده واحد تاني، مش ده احمد ياسر ريان. ماشي؟ ده الكلام اللي انا كنت بقوله. جمال علام تاني فضح المنظومه كلها، وده رساله بقى لجمهور الاهلي. اعرف انت بتاخد بطولاتك ازاي، اعرف الامور ماشيه ازاي، وطول ما الامور ماشيه كده في مصر مستحيل هتلاقي كوره في مصر. وتيجي تكلم حد اهلاوي ويقول لك والله الكوره في مصر بايظه. طب ماشي، ما انت اعظم نادي في الكون اللي مبوظ الكوره، لكن مش هيعترفوا بالكلام ده. بشكر جدا جمال علام، بشكره على التصريح زي ما شكرت قبل كده وزير الشباب والرياضه في 2014. شكر تاني لجمال علام، متشكرين ان انت عرفتنا اللي احنا عارفينه يعني، بس لازم تعرف الناس ان الاهلي بياخد بطولاته ازاي. شكرا، السلام عليكم.